يا حكومة، تحياتنا واحترامنا لكل رجالة الحكومة. احنا عايزين نسأل سؤال يا حكومة والناس اللي بتحط القوانين. مين اللي بيشرب السيجارة الكليوباترا في مصر؟ مين هم الناس اللي بتشرب السيجارة الكليوباترا؟ مين هم؟ يعني اغلب الناس، عامة الشعب، الناس اللي تحت الصفر. لما تيجوا تلموا فلوس منها، يعني علبة السجاير اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي وجبتوها لنا في التلفزيون وقلنا احنا هنغلي 50 قرش، والسجاير نفسك غليت زي المرة اللي فاتت، وصلت ل 60 و70 جنيه في مناطق ومناطق، عشان انتوا عايزين 50 قرش على العلبة. يعني احنا مع الدولة، بس لما تيجي تفكر يا بني ادم انت وهو، لما تيجي تفكر تجيب فلوس، ما انت عندك ضريبة المبيعات، ما بتنزلش للاسواق وتطبق ضريبة المبيعات؟ ما فيش محل بيديك فاتورة رسمية، ما فيش، كله بيان بيان بيان، ويخوف الزبون، يقول له اصل هزود عليك 20% لو اديتك فاتورة. ادي اللي بيحصل. انتوا رجالتكم فين رجاله الضرايب؟ ده انتوا لو عايزين تلموا فلوس قد السجاير دي 10 مرات هتلموها. شوف الاسواق ده يا اخي، انزل العتبه، بس انزل باب البحر، انزل يا عم الاسواق القريبه دي، ما تروحش بعيد. فين رجاله الضرايب بتاعتكم؟ شغالين بيعملوا ايه؟ ولا بيقاسموا التجار؟ ما احنا برضو عايزين نفهم، يعني جايين علينا احنا ليه؟ يعني جايين في الايام السوداء اللي احنا ما شفناش مثيلها دي ليه؟ برضو عشان نبقى فاهمين. والناس اللي بيحطوا القرارات دي، الناس دي في الاوقات دي بتعمل كده ليه؟ انتوا شغالين مع مين؟ ده احنا معانا زعيم بيخاف على الناس الطيبين، بيخاف على الناس الغلابه، بيساعدهم بكل ما اوتى من قوه، ومشغل يعني عامل حاجات كتير جدا، تكافل كرامة، وعامل حاجات كتير جدا لينا للغلابة. انتوا بقى عايزين توضروا الأمة دي بقرارات سيئة. يا ناس ارحمونا وشوفوا انتوا بتعملوا ايه. علبة السجاير 40 جنيه اللي بنفضي غزنا جواها بقيت ب70 جنيه. حرام عليكم. كل ده ليه؟ عشان تغلي 50 قرش ضريبة على العلبة. اهي الشركة كالت 50 قرش وكالت 10 جنيه وكالت 20 جنيه، ادت للحكومة وهي واقفة مش شغالة. ما فيش الا الناس اللي اتبعها هم اللي شغالين. ارحمونا واتقوا الله، ويا ريت تفهموا معنى الكلام وافهموا معنى القوانين اللي بتحطوها عشان ما تتعبوناش. ده احنا مع الدولة وبنحب الدولة، ما تجوش علينا. انتوا يا رجالة الدولة بتيجوا علينا، حرام عليكم. يا رب نفهم وتكون المعلومة وصلت.